تعال اقول لك النظارات اللي بيلبسوها حراس الاهلي في التدريبات بتعمل ايه. دلوقتي في معسكر للنادي الاهلي في تونس، ولاحظنا ان الشناوي وكمان شوبير وكل الحراس الفريق اللي موجودين في المعسكر لابسين نظارات غريبه، على عكس كمان اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات. شكلها عسكري جدا، فعلا طلع وراها تكنولوجيا جايه من السلاح الجوي الامريكي. لو رجعنا كده مع بعض الموسم 2024 النادي الاهلي كان بيستخدم نظارات يابانيه فيها تقنيه دايما بتشتغل على الوميض المتقطع، مهمتها بتحسن رد الفعل ما بين العين والمخ. لكن مدرب حراس النادي الاهلي الجديد قرر ان هو يغير اللعبه تماما وكمان يغير النظارات، وكمان استغل وجوده في امريكا لما كان الفريق بيشارك في كاس العالم للانديه. المدرب قرر ان هو يجيب نظارات تانية بتشتغل على التشويش البصري المستمر، يعني بتقفل شبه تماما رؤيه الحارس وبتخليه يشوف اللي هو يهمه وبس، ويبدا كمان يعتمد على الاحساس وتدوير الرقبه، وبالتالي ساعتها بيبدا يفلتر كل اللي حواليه بشكل تدريجي وكمان تلقائي، وده بيفيد الحارس لان بيديله احساس ان كل حاجه حواليه بشكل ابطا شويه، فبالتالي وقتها بيقدر ياخد قراره بشكل اسرع، بيتحرك كمان اسرع وكمان بيرد اسرع. ولو فعلا نتيجتها كويسه فازاي الجول ده دخل في محمد الشناوي؟ ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الكومنت، وكمان تدعموني بفولو. بس كده ودي